في لحظة العجز الكامل لما مفيش أكل ولا شرب ولا حد حواليك، هناك اتولد أعظم توكل عرفته البشرية. مكانش انتظار سلبي وما كانش كسل ولا استسلام، كان فعل إيماني بيهز عرش الكون. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السيدة مريم عليها السلام في أصعب لحظات الضعف البشري، وجع المخاض وهي لوحدها في الصحراء، ما قالهاش ربنا استني وهبعتلك الأكل، قالها هزي اعملي حاجة. التوكل القرآني حركة مع يقين. التوكل مش قاعدة من غير حركة، هو انك تاخد بالأسباب وتسيب الباقي على ربنا. السيدة مريم ما قعدتش والبلح وقع عليها، هزت الجذع، عملت اللي تقدر عليه، فربنا استجاب لها باللي ما كانتش تقدر عليه. ليه بنفهم التوكل غلط؟ عشان حولناه لانتظار المعجزة من غير حركة، تمني الفرج من غير سعي، رفض الأسباب بحجة التوكل. والقرآن بيقول لنا بصوا على السيدة مريم، أعظم واحدة اتوكلت، اتحركت رغم ضعفها وهزت الجذع. ازاي نعيش التوكل ده؟ رقم 1، غير فكرتك عن التوكل. مش انك تستغني عن الأسباب، لكن تستخدمها وانت متوكل على ربنا. رقم 2، اعمل اللي تقدر عليه حتى لو كان هز جذع شجرة، المهم تتحرك. رقم 3، وبعدها اسند على ربنا، اعرف ان النتائج مش بإيدك، دي بمشيئته. رقم 4، متستعجلش النتائج، ممكن تهز الشجرة مرة وما ينزلش حاجة، هزها تاني وتاني وصدق. فيلي مستني فرج مش بيجي، يلي بتحلم بتغيير مش بيحصل، يلي فاكر ان التوكل يعني القعدة من غير حركة، التوكل الحقيقي هو ان قلبك يهدى بربنا وتتحرك بجوارحك وتاخد بالاسباب. السيدة مريم علمتنا ان اعظم المعجزات بتيجي بعد اصغر الحركات. ما تستناش المعجزة، اصنع سبب وهز جذع حياتك. فاللي اسقط الرطب لمريم قادر يسقط لك اللي بتتمناه.